يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. وحشتونا جدا جدا. النهارده بقى اليوم العالمي لزلزال المطبخ. خلاص العيد خبط على الابواب، واول محطه بقى لازم نخلص منها كده هي المطبخ علشان نحس براحه نفسيه. بص المنظر قدامي يعني جبل مواعين مش راضي يخلص، مواعين السحور على الفطار وكوبايات الشاي والقهوه، بجد المنظر يسد النفس. بس احنا النهارده مش هنستسلم، احنا هنحول كل الطاقه السلبيه دي لنشاط وحماس. فقومي حالا يلا يا ست الكل، ارمي الكسل ده كله ورا ظهرك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. شغل الفيديو ده جنبك وانت بتغسلي مواعينك علشان كده نتشجع مع بعض. وانا قلت لكم قبل كده احنا بنشجع بعض هنا يا جماعه على القناه. فاحنا كده ستات شاطره ومفيش حاجه تصعب علينا، والبيت النظيف هو اللي بيريح البال وبيخلينا نستقبل العيد بابتسامه. فقومي كده قولي لي في الكومنتات، انت من النوع اللي بيحب يغسل مواعين بالليل ولا الصبح؟ يعني حاجه كده حبيت اعرفها منكم. بصوا بقى انا عايزه احكي معاكم النهارده على السيستم بتاعي كده اللي انا ماشيه بيه على طول او بعمله على طول، علشان يخلي جبل المواعين اللي انتوا شايفينه ده يخلص في ثانيه ومن غير اي زهق. اول حاجه انا بفضي الحوض تماما، وبعدين ببتدي اقسم بقى المواعين اللي عندي على مجموعات، يعني الاطباق لوحدها، الكوبايات لوحدها، وطبعا بالاسفنجه كده. وسائل المواعين طبعا بستخدم النهارده سائل اللي هو بالليمون ده، بتبقى ريحته منعشه كده وبتعجبني. كمان بيشيل اي ريحه بقى، ريحه زفاره اي حاجه. بخصوص ريحه الزفاره، لو انت عندك حاجه مثلا كنت طبخه سمك في حاجه وحابه تشيلي منها ريحه الزفاره تماما، احنا بنضيف بس شويه كلور حبه بسيط جدا، وممكن ان نستبدل الكلور بالخل. ونصيحه مني يا بنات، الخل ده ساحر في تلميع الاستانلس، يعني انا جربته عن نفسي، ويعني بستخدم الموضوع ده من زمان جدا معايا، مش يوم ولا اتنين. وبيخلي المعالق تنطق، والسر كله في الخل يا جماعه، هو اللي بيدي اللمعه دي تمام كده. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا انا بستخدم النهارده اللي هي الاسبونجه دي. طبعا تقدري تستخدمي السلكه اللي هي النحاس، عفوا السلكه الالومنيوم دي. بس انا مش بستخدمها او مش بضطر استخدمها غير لما يكون في بواقي اكل في المواعين بتاعتي بايته مثلا، او بغسل بيها الحلل مثلا يا جماعه. الحله الكبيره اللي هي بتبقى محتاجه يعني دعك كده عشان ما تاخدش مني مجهود كبير، بستخدم لها السلكه الالومنيوم دي، مش بستخدمها على طول يعني. وطبعا بالنسبه لغسيل المواعين انا قلت لك انا استخدمت ايه. انت بقى يعني حاولي تجيبي نوع كده يكون ريحته قويه علشان يضيع اي ريحه في المواعين بتاعتك. وانا طبعا زي ما اتكلمت معاك وقلت لكم ان انا قسمت الاطباق كده على مجموعات، فانا خلاص خلصت شويه الاطباق دول ولسه في شويه اطباق تانيين هبتدي بيهم. واحنا بقى على سيره العيد كده وفرحته، عايزه اسالكم بقى عملتوا ايه في اللبس؟ خلصت لبس الولاد ولا لسه؟ يعني انا السنه دي حسيت ان الوقت سرقني جدا. يعني ورمضان جري مننا كده في ثانيه، ما كنتش ملاحقه بين العباده والطبيخ وتنظيف البيت. بس سبحان الله يا جماعه، بركه الايام دي هي اللي بتقوينا وبتهون علينا تعب فعلا. عايزه اسالك سؤال كده، يعني انتوا بتفكروا في ايه كده المنيو اول يوم العيد؟ الاكل بقى وكده، يعني انا عندي في البيت لازم الفته واللحمه دي، يعني دي اساسي في العيد. طبعا يا جماعه في ناس بتبدا بالرنجه بقى والفسيخ والكلام ده كله. لا احنا عندنا في المحافظه اللي احنا فيها، لا احنا بنبدا كده باكل اللحمه. يعني العيد ده يعني ايه؟ الفته قلت لكم زي ما انا قلت لكم كده، الفته واللحوم ده شيء اساسي. وطبعا الكفته برضو، طبعا الكباب، يعني في ناس بتعمل كباب وفي ناس لا. انا عن نفسي الكفته هي الاساس. بس طبعا يا جماعة التعامل بقى مع الصعوبات في الحاجات دي اللي هو بعد ما نخلص بقى، بالنسبة لغسيل الحلل والصواني الوحشة الكبيرة دي، يا ساتر على صينية الرقاق لما بتنشف. بصوا بقى أنا بعمل إيه. أنا عن نفسي برمي فيها شوية بيكربوناتو وبحط عليهم كده نقطتين خل ومية سخنة، يعني بسيبها 5 دقايق كده وبكمل باقي الأطباق. عم أكون خلصت بقية الأطباق بيكون فعلا اتفكت، والحركة دي بتخلي الدهون تفك لوحدها من غير أي مجهود يا جماعة ولا أي وجع قلب. طبعا عايزه برضو اقول لكم على نصيحه كده، وانتوا بتغسلوا المواعين ممكن انتوا تغسلوا عيون البوتاجاز طبعا معاكم. وبرضو تنظيف البوتاجاز ده بيخلي يعني الشكل كده تمام جدا، لان البوتاجاز يا جماعه بتوسخ على طول. ليه؟ لان بنطبخ كل يوم فطبيعي هيتوسخ على طول. فلو البوتاجاز بتاعي نضيف انا بحس كده ان المطبخ بقى منور تمام. متنسيش برضو الفلتر بتاع الحوض، ده اهم حاجه علشان الحوض ايه، ما يتسدش كده والريحه تفضل حلوه. فاهم حاجه يا جماعه الحاجتين دول وانا بغسل مواعين، يعني دي شويه نصايح كده حبيت اضيفها. وانا طبعا هنا خلصت كده، فببتدي على طول شطف الحاجات. وبالنسبه يا جماعه بقى لغسيل الاطباق وغسيل، عفوا بالنسبه لغسيل البوتاجاز والارضيات والحوائط والكلام ده، انا مش هسيبكم خالص في العيد، انا معاكم خطوه بخطوه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى
هنعمل فيديو زين على القناة هقول لكم سر وصفاتي وسر خلطاتي اللي بتذوب اصعب الدهون حرفيا، ولكل حاجة حاجة. يعني ايه لكل حاجة حاجة؟ يعني انا مثلا بمسك المطبخ بيبقى لكل قطعة، البوتاجاز ليه وصفة معينة، الرخام ليه وصفة معينة، الأرضيات مع الحوائط ليها وصفة معينة، وهكذا. فانتي لازم نهتم كويس جدا جدا بالموضوع ده من دلوقتي علشان تسهل معاكي يوم الوقفة. يعني أنا بشوف يا جماعة إن يوم الوقفة ده في ناس كتير جدا بتتجه ناحية إيه، خلاص ظهري اتقطم من كتر الغسيل، فاهميني ازاي؟ من كتر التنظيف، من كتر المسح. لا، أنا ببقى يوم الوقفة ده بقى مزاج كده، يوم مزاج كده، وتشوفي بقى ايه اللي ناقصك. لكن مش كل حاجة يعني نوقفها على يوم الوقفة، أو كل حاجة لازم تتم في يوم الوقفة. ده طبعا اكبر غلط ممكن ان احنا نقع فيه. والمشكله كمان ان هو بيصدع يوم العيد. يعني طبيعي انتي امبارح طول النهار ظهرك وجعك من كتر التنظيف، تاني يوم هتفضلي نايمه، فانتي كده مش هتستمتعي بالعيد، فاهماني ازاي؟ لا، فالموضوع ده مهم جدا جدا، نهتم بالموضوع ده علشان نبقى فرفوشين كده وكويسين ان شاء الله يوم الوقفه، ونعيد على خير. وانا اصلا يعني حاسه ان رمضان السنه دي يا جماعه الايام فعلا فعلا جرت مني كده، ما مش عارفه، حاسه ان هي ما فيهاش وقت طويل. مش عارفه، حاسه ان هو جري مني فعلا. انا هنا كنت خلصت المواعين، ابتدي بقى على طول على الحوائط كده، او الحيطه اللي هي بتبقى جنب جنب الايه اسمه ايه اسمه جنب الحوض، عفوا يا جماعه، جنب الحوض كده. مش عارفه، انا بفكر في العيد وكده فسوها عليا. المهم انا برضو باستخدام الصابون عادي، وابتدي ادعك كويس جدا. طبعا المكان ده مدعوك 5000 مرة. انا كل ما بقف علشان اغسل مواعين طبيعي بالاسبونجة كده، وببتدي اغسل في المكان ده علشان يفضل منور وجميل وملمع طول الوقت. طبعا مش بمسك حيطة المطبخ كلها، لا، الجزء بس اللي فوق المواعين على طول ده، او الجزء اللي فوق الحوض ده هو المهم بالنسبة لي في الوقت ده. تمام. يبقى انا كده لما باجي اغسل مواعين قلت لكم 3 حاجات، لو انتوا فاكرين، لو فاكرين بقى اكتبوا لي في التعليقات، انا مش هقول. تمام. خليكم بقى ايه معتمدين على الذاكرة كده، لان لو ما عملتيش كده ممكن لا قدر الله يحصل تغيير يا جماعة. يعني ايه تغيير؟ اللون بتاع البلاطة يبهت، والموضوع ده بيبقى صعب جدا جدا في الازالة. فلا، ليه بقى بيحصل التغيير ده؟ علشان خاطر المية على طول في المنطقة دي. ومش بس كده، اكيد كمان غسيل الحوض نفسه مهم، وكمان الحنفيات والفلاتر. انا طبعا عندي هنا حنفية الفلتر زي ما انتوا شايفين الصغيرة دي، برضو بغسلها على طول عند المواعين. تمام، احنا كده فهمنا ليه بغسلها على طول. انا متحمسة جدا جدا يا جماعة، عايزة اعرف رأيكم في موضوع تنظيفات العيد ده. انا طبعا كده كده هعمله ان شاء الله باذن الله تعالى، لو كان ليا عمر باذن الله تعالى معاكم هنا على القناه. فعايزه اقولك لو انت جديده معايا يا ريت تبصي على القناه، ان شاء الله تعجبك، وانضمي لينا وخليكي واحده من العيله. وزي ما قلت مرارا وتكرارا، احنا هنا عائله مع بعضينا، اسره مع بعضينا على راي الفيلم، وكلنا بنشجع بعض. تمام. وعايزه اقولك كمان متنسيش باللايك الحلو والتعليق الحلو اللي بيخليني اكمل. ويا ريت لو حد عنده اي استفسار ما يبخلش علينا بتعليقه. بس كده، اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.